السلام عليكم. وعليكم جرحانا السلام. يسألون أين الوفاء؟ يسقط وزير الصحة. شنو تداعيات وأسباب المظاهرة اللي دايرينها اليوم؟ والله هذا أنا خاطر الجرحى كلهم، واحد منهم ولدي. خير يا ولدك، لا ولدي بأس عليه. مصاب في الجبهة، جابت من وليد لي شهر ويومين، ما فيش فايدة. ايه. مضروب برصاصة ومصاب وما درناش حل. شنو نوعية فيه علاج. الإصابة كي لو كانت تقدر مضروب في العصب، عنده عصب مقطوع. ايه. فاهم. وما ماليش حل. قاعد يعطوا فيه في الدواء دواء وكل مرة يمهلوا فينا. الأسبوع الجاي غدوة بعد غدوة غدوة بعد غدوة وما فيش فايدة. ولدي ياخذ في الدواء ترامادول، والترامادول هو مضر بالصحة. ليه شهر ياخذ حبوب الترامادول. ترامادول هذا اللي ياخذوا فيه الجماعة المدمنين والمخدرات. أيوة المدمنين على المخدرات. ايه. هذا واحد هو ياخذ فيه، عطوه للدكتور. ايه. طفوا له وصل الدكتور ياخذ فيه ليه شهر تو. باش يخف عليه الوجع. باش يخفف عليه الألم الواحد. ما يرقدش. ما فيش أي إجراء داروه ليه؟ ما فيش أي إجراء، ما فيش أي حل. قال يجيب أوراق، جبنا أوراق. من امتى تنقدم ورقك؟ من امتى؟ ليهم يجي 25 يوم. وين قدمتهم لمين؟ قدمت من الوزارة بتاع الصحة وقالوا لي برا اللجنة الطبية، وحطيته في اللجنة الطبية وسلمت الأوراق وسلمت جواز السفر نتاعها. ويقول لي اليوم يقولوا لي غدوة بنطلعوهم طايف البرتغال، بنطلعوهم المغرب، بنطلعوهم لبريطانيا، بنطلعوهم لفرنسا، وما هناش كلام منا شيء ولا حاجة. بهل لأن ولدك يعني حالته مش خطيرة بحيث أن قدموا عليه حالات ثانية، ولا لأن ما فيش رحلات بكل؟ لا ما فيش حالات ولا في حد منهم طلع نهائي. فيش رحلات بكل يعني؟ حسب معلومي اللي ما فيش. والإعلام يقول فيه 50 حالة طلعت وفي 40 حالة. قالوا 40 و50، هذا ما هناش منه الكلام بكل. فيش. إعلام بس، إعلام فقط لا أكثر ولا أقل. بقيت الرسالة اللي بتوجهها؟ والله أنا بصفتك أنت أهل لأحد الجرحى. أنا والله عندي شهداء وعندي جرحى وعندي أخوي شهيد وعندي نعم وعندي هذا ولدي جريح. وإحنا قدمنا للثورة 17 فبراير. تمام. وما زال نقدمه. وحنطهروا ثورتنا ولا زي ما طهرنا بلاد من الطغاة. حنطهروا ثورتنا. باهي توا بعد اعلان تحرير طرابلس، اعلان تحرير ليبيا بالكامل يوم 23 واليوم هنا 25. لا ما تحركش ليبيا. يعني فيش اي اجراء فعلي بحيث انها ما عادش في جبهات، ما عادش في جرحى ثانيين، يعني المفروض انه تو يدير وقفه، المجلس الانتقالي المفروض يدير وقفه مع الجرحى والمصابين، صح ولا؟ ايه صحيح هو. لكن ما هناكش مجلس انتقالي وين؟ مغير مجلس انتقالي. حسب ما قال الاعلام انه حسب ما قال اعلن المجلس الوطني الانتقالي مخصصين مليار دينار ليبي لعلاج جرحى. من مليار يعطونا مليون هم. من مليار وين؟ هذا هو اعلام بس لا اكثر ولا اقل. بقى لحد امتى بتقعد انت بتقعد تطالب حقك وما فيش نتيجه يعني؟ انا بنطالب حقي، انا حق ولدي والجرحى الثانيين كلهم ولادي. سوا الثوار كلهم ولادي. كلهم جرحى زي ولدي. يجب انهم يعتنوا بهم اول حاجه قبل الماكله وقبل الشراب وقبل كل التغطيه وقبل البناء والتعمير. وقبل كل ما شيء يتم بالدوام بتاعنا. بالرغم من ان اعلنوا ان في وزاره جديده، وزاره الجرحى ولا حاجه يعني مش بتكون متخصصه بالجهه هذه. انت جاي تطالب في رساله لوزير الصحه، فانت من رايك من تكون مسؤول اكثر، وزير الصحه ولا وزير الجرحى جديد؟ والله الاثنين مسؤولين. الصحه ولا الجرحى اثنين مسؤولين. الصحه يقول لك الجرحى والجرحى يقول لك الصحه، وهلما الجرحى المطلوب ما هناك. ما فيش ما شيء اتخاذ فعلي يعني، في حاجه عمليه يعني صار؟ لا نهائي لا. شهر ونص ولا قريب شهر ويومين ولدي مصاب. يومين. نعم ما فيش حل. ولد تو اخرتها ولدي رجله ممكن تمتر حتى البت. ما فيش حل يعني. رسالة أخيرة مجلس وطني انتقالي برئاسة مستشار عبد الجليل. من الشيخ مصطفى عبد الجليل. موضوع الجرحى والاهتمام بالجرحى، جرحى ثوارنا. ونطلب من أعضاء المجلس الانتقالي أن يدخلوا في إنقاذ جرحانا. معلش اسم الجريح ولاتي أحمد عبد السلام صقر. نعم. عنده عصب، يبي عصب في طرف سفلي ولا علوي؟ عنده عصب الرجل مضروب. عصب الفقرية. شنو الاضرار يعني مديرها للعصب؟ شنو مخليه يعني؟ شنو الحركه اللي ما يقدرش يدير؟ لا نهار ولا يمشي حتى حركه ما يمشيش. ما فيش. لا حتى النوم ما فيش. اوكي. لا نوم لا ليل لا نهار ما يقدرش. كداش عمره ولدك؟ عمره 20 سنه. وين يقرا؟ يقرا في المعهد العالي لتقنيه المعلومات. تخرج ولا مازال؟ اخر سمستر يتخرج. ما يقدرش يمشي. طب بصفه انه هو رجله وكذا ما يقدرش. ما يقدرش. الحركه نتاعها صعبه. ما يقدرش.
ماشي. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، بارك الله فيك. ان شاء الله.